السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده الفيديو مختلف حبتين تلاتة بس تحفة. هنعمل ايه بقى النهارده في الفيديو؟ هنجرب النقاب مع الخمار الماليزي ومع الخمار الفرنسي ونشوف شكله عامل ازاي، لان دي حاجة انا كان نفسي اجربها من زمان قوي. فبدون دخول في تفاصيل كتير، يلا بينا على الفيديو. مبدئيا بقى احنا ممكن نبدأ نجربه مع الخمار الفرنسي اللي هو بيكون زي اللي انا لابساه ده كده، تمام. النقاب اهو، ومعاه الشريطه بتاعته. طيب يا سمية، هنجربه ازاي؟ بصوا، هحاول الفه معاكم كده فوق الخمار ده، وبعد كده هلفه لكم لوحدي، يعني اوريكم هو بيتلف ازاي الاول وبعد كده اجربه انا. طيب، هو المفروض ان انا اتخيل دلوقتي ان انا مش لابسه الخمار اصلا. فبنمسك كده الشريطه دي وبنربطها كده، بنداري حواجبنا، تمام، وبنربطها لورا. حلو حلو. وبعد كده بنجيب النقاب ده كده، تمام، اللي هو باستك، ونلبسه بقى ايه كده اهو. مش متعوده على شكلي بيه خالص، تمام. وبنجيب الخمار الفرنسي بنلفه عادي جدا زي ما احنا متعودين نلفه، اللي هو بنجيب الشريطه كده ونلفها، سواء بقى هتلفيها على قدام او على ورا. نظبط كده بس الجنبين ونلفه كده. مهم. تمام، وننزله كده ونطلع منه النقاب التاني. مهم. ننزل ده كده كويس على رقبتنا ونطلع النقاب ده. حاسه مش شايفاكوا اصلا، اقسم بالله. استنوا بقى كده نعدله. شعر القطط يا جماعه، اللي بيربوا قطط عارفين المعاناه اللي انا بعانيها. تخيل الخمار اللي تحت مش موجود، تمام، اهو كده اهو كده. مش متعوده على شكلي خالص، حاسه ان، فاهمين ان مين هناك؟ حاسه ان هو جاي على جفن عيني شويه، صح ولا ايه يا جماعه؟ المختمرات يفيدونا، المنتقبات قصدي يفيدونا. بس اهو كده وكده. حاسه ان انا في حاجه غلط في عيني كده، صح؟ والله حاسه ان الجفن ده باين اكتر من الجفن ده، مش عارفه ليه. كده صح؟ اه تقريبا كده صح. مش عارفه، حاسه ان في حاجه غلط بجد. الموضوع غريب. كده تقريبا كده ظبطته، تمام. ده كده شكله على الخمار الفرنسي. حاسه بجد ان، مش عارف، انا مش عارف. بصوا، هو شعور مريح فكره ان محدش يعرفني، انه محدش ليه الحق ان هو يشوفني. عارفين الشعور ده تحفه. بس مش عارفه، حاسه ان هي خطوه كده، وحاسه ان انا اصلا لابسه غلط، ستيل مقتنعه ان انا لابسه غلط. مع اني لبسته قبل كده، يعني جربته قبل كده في فيديو بس كان شورت، يعني مش فيديو طويل. فمش عارفه المشكله في ايه، يعني فاهمين؟ حاسه ان جفن العين ده اكبر من ده، اكبر من ده، اه. يا رب اغيثونا يا جماعه، اغيثونا. طيب، المهم انا عايزه بقى اعمل حاجه تانية. عايزه اجرب الف اللي هي الشريطه من بره، عشان بتخلي شكل الخمار مختلف. فاستنوا بقى كده نجرب. شكلي هيكون حرفيا غريب جدا اصلا لما اشيل الشريطه، عشان بصراحه كان نفسي اوي اجرب النقاب كده. فكده اهو، كده اهو، كده تقريبا ندري حواجبنا. مش عارفه ليه حاسه كده لوهله ان ده شكله احلى عليا. عارفين اللي هو كونغ فو باندا. بس بجد والله شكله حلو، ربنا شكله حلو يا جدعان. شكله، فاهمين؟ مش عارفه الاضاءه لسعت كده ليه، بس ماشي. شكله اللي هو كده، اللي هو انا مش عارفاني، حاسه ان انا اللي بتكلم انا شايفه
حد تاني وانا بتكلم اللي هو في ايرور، فاهمين؟ بس كشكل هو تحفة. وبعيدا عن الشكل فهو يعني حاجة ربنا يرزقنا بيها يعني، يا رب بجد. حاسة ان انا مش عارفة اتنفس، يا لهوي. بس عشان انا متوترة، لكن قبل كده لما جربته ما حسيتش بمشكلة في التنفس خالص. بس برضك ده طبيعي عشان انا ما جربتوش يعني، مش متعودة عليه، فاهمين؟ استنوا كده، المفروض يترفع شوية تقريبا كده. صح؟ صح ولا ايه؟ فيدوني. ايوه كده. طب والله العظيم شكله عسل قوي بجد، شكله حلو قوي. حاسه اني مش موجوده اصلا، وانا شخصيا مش موجوده، بس تمام. بس شكله حلو. المهم ده كده شكله مع الخمار الفرنسي. لفيتها من بره مره ومن جوه مره، الشريطه يعني، بغض النظر عن شقاوة القطط. بس دلوقتي هنجربه بقى مع الخمار الماليزي، وهقول لكم برضك نلفه ازاي. يلا بينا نرجع لطبيعتنا المعتادة. هنجرب بقى الخمار الماليزي العادي جدا اللي هو المستطيل ده. كده معايا الخمار، ومعايا اللي هي دي هجربه بيها. انا عمري ما لفيت الخمار بيها بس هجرب. وبندانة عادية سوري، والنقاب والشريطة. طيب هنعمل ايه؟ اولا المفروض ان احنا نلبس بندانة. حاسة ان انا حرفيا هيبقى شكلي ضحك علشان هجربه مع يعني فوق الخمار ده. بس انا عايزه اجربه معاكم يعني اللايف كده معاكم، مش مشكلة. فداكوا شباب، فداكوا. المهم هلبس البندانة. يا رب يا ساتر. انا مش عارفة البس البندانة ليه. علشان الحتة دي ما تبانش. انا شفتهم بيلبسوها كده. عارفين الحرامية اللي لابسين زعبوط في شراب في دماغهم؟ ده انا دلوقتي، ده انا حاليا. طيب اهو كده، ده كده البندانة، ولبسنا البندانة. طيب نعمل ايه تاني؟ تقريبا نجيب بقى ايه، الشريطة والنقاب. صح؟ صح. طيب نجيب الشريطة كده ونربطها كده اهو، كده اهو. بس حاسة عايزة اشد دي شوية كده لورا، وبعد كده هنربط ده كده. يا جماعة لو انا عملت حاجة غلط اكتبولي في الكومنتات بجد، عشان انا مش عارفة انا بعمل حاجة صح ولا غلط. مهم اهو كده هنربط ده كده. الصدق انا عندي على فكرة نقاب تاني اللي هو بيتربط ده، هجربه لكم. اللي هو دي ثابتة في النقاب نفسه. المهم اهو كده. وادي كده النقاب تقريبا دي عدلته اصلا وانا بلبسه غلط. تمام. بس انا نفسي افهم هو ليه بيعمل كده على عيني بجد، مش فاهماني. ولا انا اللي منزلاه تو ماتش؟ صدقوا. صدق انا اللي منزلاه كتير فعلا. مفيش حد اصلا بينزل النقاب على عينه بالطريقه دي. انا مش عارفه كنت منزلاه كده ليه، بس قلت عشان ما بينش حواجبي. بس لا، ما هي حواجبي ستيل بعيده عادي. مهم يعني، المهم نلبس بقى ايه النقاب نفسه. لا احنا كده محتاجين ننزله شويه كده، كده رفع مننا كده بقى. نظبطه، نظبط دي. انا عايزه اعرف حاجه، هو الاستك ده بيكون تحت شعري ولا فوقيه؟ عشان انا مش عارفه. بس يعني اهو كده تمام. نجيب بقى الخمار نفسه، الخمار الماليزي ايا كانت اللفه يعني. بس انا مش هركز في اللفه قوي دلوقتي. انا بس ايه، هوريكم هيكون شكله عامل ازاي. تمام. الله بجد انا كان نفسي طول عمري اجرب الطريقه دي. اين الدبوس يا قوم؟ الدبوس. طيب. حط الدبوس فوق ازاي؟ حطه من تحت النقاب. تمام ماشي. حطه كده بقى ونظبط كده النقاب. صح ولا ايه؟ صح. نظبط بقى كده النقاب كده اهو. قصدي الخمار، النقاب ايه انا كمان. مش هينفع اتكلم ويدبوس في بقي. اللي انا بعمله ده غلط غلط غلط. المهم كده اهو. اوكي. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. المهم نثبت بقى ايه الخمار من تحت الدبوس بقى كده عشان نقفله كده. اوكي. في ناس بتلبسه كده على طول، بس انا مش عايزه اعمل كده. انا عايزه بقى احط اللي هي اين انت دي كده. ازاي؟ انا مش عارفه. دي اصلا بتاعت سكتش عادي، انا كنت قصاها. يدخلوها بقى كده من الجنب ده. انا بعمل عمليه جراحيه اقسم بالله. هنثبت دي كده اهو
كده حاسه ان انا هطير. استنى بقى كده احنا نعدله. انتوا مش متخيلين انا كان نفسي اجرب المنظر ده بقالي سنين، قسما بالله بقالي سنين وعمري ما جربته، بس شكله حلو قوي. مش عارفه ده اسمه تقريبا الخمار الماليزي صح، النقاب الماليزي. بس بجد ايه ده، احي حاسه ان دي احلى لفه فيهم كلهم، واكتر لفه انا كان نفسي اجربها اصلا، وحاسه ان هي لايقه فيا قوي. ف بجد تحفه تحفه تحفه، حلوه قوي. يا جماعه يا جماعه تحفه. استنوا كده، لو رفعنا الخمار شويه كده، هي كان لابسه ادناء يعني، فهو مش مجسم بربع جنيه حرفيا، بس يعني ماشي اهو. نتخيل بقى لو لفينا الخمار نفسه، يعني مثلا لو لفيناه زي ما انا بلفه كده وكده هيدي شكل. طبعا مش هينفع نعمل كده عشان الخمار اللي تحت، وانا مش قادر اشيل كل ده واعمله من تاني، عشان حاسه ان الموضوع ستيل كبير عليا شويه. بس تحفه 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 تحفه. متخيلتش ان هو بالشكل الحلو ده. بصوا يا جماعه يا جماعه، نفسي اخد الخطوه، اقسم بالله نفسي اخد الخطوه. بس انا محدده حاجه معينه انا هاخدها بعدها باذن الله. بس مين 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 عايز ايه؟ دي احلى واحده والله العظيم، دي احلى واحده. وانا باذن الله باذن الله لما ربنا يكرمني كده واخد خطوه النقاب هلبسها. وحاسه ان انا مش مستغربه شكلي في دي، مش عارفه ليه. يعني ممكن التانيين مستغربه شكلي فيهم قوي، بس دي حاسه ان انا لا مش مستغربه شكلي فيها. ف عادي وعارفه اتنفس عادي. حاسه ممكن اكمل الفيديو كله كده اصلا، بس مش عارفه. يا رب كرمنا، يعني بجد يا رب كرمنا بخطوه زي دي. حاسه ان انا حد كده فاهمين اللي هو كده. الداري ده بقى، الداري بقى الداري بقى اهو كده. حاسه ان انا كده بقى فاهمين، لا كده حد كده، حد كده جميل كده فاهمين. يا لهوي على الحماس، انا شخص بيبان عليا جدا، والله حاسه ان هو باين عليا حتى لو انا مش ملامح وشي باينه. بس فاهمين اللي هو يا جماعه يا جماعه، ما هذا الجمال. البتاع ده المفروض ان هو يتكوي كده، بس انا مش بعرف اكويه، يعني مش بعرف اكويه. فتمام. انا بصور لكم الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 9، نصحى من الساعه 7 عشان اجيب كده فاهمين. اللي هو مش عارفه، كنت عايزه اصور لكم فيديو النهارده بس ما كنتش عارفه اصور لكم فيديو عن ايه. بس انا كنت في دماغي من فتره ان انا اصور لكم فيديو عن تجربه النقاب. بس بجد يا جماعه ايه ده، انا حبيت الموضوع، مش قادره. طب اعمل ايه؟ اعتمد طب البسه قرار مفاجئ طب ولا ايه؟ لا بس بجد بجد ربنا يرزقني يا رب يا رب، انا وكل البنات يا رب، ويقربنا ليه اكتر كده، ونبقى يعني اشخاص فاهمين، يعني نستحق ان احنا فعلا يطلق علينا منتقبات. لان انا بالنسبه لي النقاب ده لقب كبير كده، اللي هو مسؤوليه وشرف وحاجه كده فاهمين. حسيت بكده مع الخمار في الاول، فلما لبست الخمار حسيت بكده انه بيمنعني عن حاجات كتير 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 غلط ما اقدرش اعملها وانا لابساه. بس النقاب بقى هيمنعني عن اضعاف اضعافه حرفيا. انا عارفه حاجه زي دي، بس برضك ستيل مش قادره ان انا اخد الخطوه دلوقتي. فنسال الله التسهيل يا رب واقدر ان انا اخدها. وطبعا يوم ما اخدها مش هتشوفوني تاني، خلاص بقى همسح كل الفيديوهات القديمه بقى فاهمين اللي هو ايه. يلا يعني عادي عادي عشان ربنا فاهمين. فانا يعني يوم ما قرر ان انا اخد خطوه زي خطوه النقاب دي، بيكون فقط تقربا لربنا، مش عشان مثلا انا نفسي فيه او اللي هو طالع موضه او حد قال لي البسيه. لا خالص، انا يوم ما اخد خطوه زي دي، وباذن الله باذن الله ربنا يكرمني كده واخدها. يوم ما اخد خطوه زي دي هتبقى ايه؟ عشان ربنا. عشان كده الخطوه دي حاسه ان انا لازم اكون اهل ليها، علشان فاهمين كده. كده. بس انا مبسوطه والله العظيم بجد، انتوا مش متخيلين. حاسه ان انا خلاص هكمل لحد نهايه الفيديو بهذا النقاب. يعني ده اكتر، يعني انا عمري ما جربت النقاب اللي هو بالبندانه دي، اللي هو بيبقى كده شكله كده تمام. وحاسه ان هو لايق عليا بطريقه مش طبيعيه وشكله حلو. بس انا ستيل عشان ما بقاش بكدب عليكم، حاسه مش عارفه اتنفس كويس. ممكن عشان انا متحمسه برضك زي ما قلت لكم، او وعشان لسه مش متعوده عليه. بس حاسه هعيط. حاسه إن أنا هعيط. ربنا شعور، يعني مشاعر كده مختلطه حلوه قوي، يعني كلها حلوه. بجد 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 ربنا يرزقنا بيه كلنا.
وهغيره واجي علشان ايه، خلاص بس تملكي اعصابك، انا تمام. هغيره خلاص، مش هنهي الفيديو من غيره، هنهيه وانا لابساه، قررت خلاص، قررت. المهم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا منتقبات ولا مختبرات، واخدتوا الخطوه ازاي. شجعوا البنات في الكومنتات وشجعوني انا كمان بجد، عشان انا نفسي والله. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات، واكتبوا لي رايكم في القمر ده احلى ولا التاني اللي هو الفرنسي، وانه لفه لايقه عليا اكتر، عشان ان شاء الله لما ناخد الخطوه زي دي نعتمد اللفه باذن الله، مع ان انا مياله لدي اكتر، وهذه تفرقه عنصريه بس تمام. تمام، هحترم اراءكم واجرب كل اللفات باذن الله. نكتفي بهذا القدر من الرغي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو بنت بتفكر تنتقب، خدي الخطوه بجد والله، يعني خدي الخطوه وشجعيني ان انا اخدها وكده. تمام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وفولو لبيج الانستا، وفولو لبيج الفيسبوك، واكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.